السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا أصدقائي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله التمرين رقم 32 في برنامج الإعداد العام. زي ما قلت لكم قبل كده، البرنامج ده بيخدم فئة الناشئين من أول سن 11 سنة إلى سن 15 سنة. ولكن قبل ما أتكلم في التمرينة بتاعت النهاردة، اعمل حسابك إن التمرينة النهاردة قوية جدا، فيها دريلات كتيرة، فيها مسميات. لازم تكمل معايا الفيديو للآخر علشان تطلع من الفيديو مستفيد وتقدر تأثر في التمرينة دي وتقدر تشتغل عليها وتطلع فيها منها أفضل النتائج. 3 حاجات بحب اتكلم فيهم كل مرة واقول لك عليهم، والحاجات دي مهمة جدا ولازم تطبقهم قبل ما تشتغل على التمرين. رقم 1: السباحين اللي معاك لازم يكونوا عاملين كشف دوري ومطمن على حياتهم الصحية علشان تقدر تطبق عليهم الحمل البدني وما يحصلش لا قدر الله اي مشاكل. النقطة التانية مهمة جدا برضو، لازم السباحين اللي معاك كلهم يكونوا عارفين جميع مهارات السباحة، اشتغلت معاهم على الدريلات، عرفتهم يعني ايه تكنيك وعرفتهم يعني ايه هاي تكنيك. النقطة التالتة والمهمة ان السباحين قبل ما ينزل يعمل تمرينة قوية زي دي لازم يعمل دراي لاند ستريتشنج، اللي هو تسخين ارضي، يعني شوية اطالات كده على تحريك للمفاصل علشان نتجنب اي اصابة او اي شد عضلي. التمرينة النهاردة التوتال بتاعها 1800 متر، فالتمرينة مش قليلة، تمرينة قوية. بنشتغل على حمام سباحة 25 متر. لو شغال على 50 برضو البرنامج ده هيشتغل معاك كويس جدا. وتأكد ان انت لو طبقت البرنامج من اول تمرينة لاخر تمرينة 100% السباحين اللي معاك ان شاء الله مستواهم هيتطور جدا وهتحس بفرق. وطبعا الاحساس بالفرق ده بيجي نتيجة القياسات، لما تقيس للسباح قبل ما تطبق البرنامج وبعد ما تطبق له التمرينات بتاعته تبدأ تقيس للسباحين. هتلاقي السباحين ان شاء الله اتطوروا معاك بشكل كبير وارقامهم بأمر الله نزلت. في نقطة بحب أتكلم فيها برضه قبل ما أبدأ أي تمرينة، وأقول إن السباحين اللي معاك أول تمرينة اللي معاك دي، لو السباحين معاك العدد تمام، أنت مركز في التمرينة، قدرت تخلصها، الوقت ما جراش منك، اشتغل على التمرينة دي مرة واتنين وتلاتة. لو السباحين اللي معاك عددهم قليل، لو أنت حاسس إن الوقت جرى منك، التمرينة راحت منك، أنت ما كنتش مركز، السباحين ما ياخدوش التمرينة كما يجب، مفيش مشكلة لو أنت عدت التمرينة دي مرة واتنين وتلاتة. التمرين النهارده عبارة عن مجاميع أساسية، والمجاميع الأساسية دي بداخلها مجاميع فرعية. فاحنا بنتكلم النهارده على الورم أب، عبارة عن 400 متر. 400 متر إن شاء الله هم 50 حرة 50 باك، يعني السباح بيروح 50 حرة، بيخلص ال 50 حرة بيعمل 50 باك. الفكرة ليه ما خليناش حرة، ليه ما خليناش باك؟ علشان السباح يبقى فيه ديناميكا ما بينه وما بين المية بعد الترن بعد الستريم. في 400 احنا عندنا 16 ترن، عندنا 15 عندنا سوري 15 ترن، عندنا 16 ستريم لاين. السباح لازم يعمل كل المهارات دي طبعا بتزود قوي عنده الثقة في المية، بتخلي عنده احساس المية عالي، بيبقى فيه انسيابية ما بينه او تناغم ما بينه وما بين المية، فيبدأ يخش على الترن كويس، يطلع من الترن على عومة تانية. الكلام ده كله بيجي لما السباح يركز في المهارات الأساسية بتاعة الترنات والاستريمات والبريك اوت، وانت ككابتن لازم تطبق الكلام ده. البري مين عندنا النهاردة 4 في 50 اي ام، 25 دريل، 25 سويم، 90% الشدة والراحة 30. صراحة طبعا الكلام ده قبل كده، بس برضه عشان لو بتتفرج عليا لأول مرة ودخلت على التمرينة كده مش واخد بالك ايه اللي بيحصل، اعرف يا بطل ان الاي ام ده الانديفيدوال ميدلي، عبارة اوردر، يعني لازم يتبع الترتيب بتاع المتنوع. لو الدولفين باك بريست حرة، السباح بيروح 25 دريل، انت بتختار الدريل او السباح بيختار الدريل. بس انا برأيي او اللي انا بعمله، انا بخلي السباحين يشتغلوا على دريلات قريبة من العومة. ده طبعا بتضمن افضل نتيجة. وبنشتغل 25 سويم يعني العومة كاملة. بالنسبة للدولفين، بالنسبة للباك، بالنسبة للبريست، بالنسبة للحرة، بنطبق كل الكلام. الدريلات الأقرب للعومة، ومش بثبت دريل برضو، أنا بحاول أنوع في الدريلات، لأن كل دريل بيكون بيشتغل على يعني خطأ معين وبيصلح المهارة وبيركز على حاجة معينة. المين سيت عبارة عن 1100 متر. ال 1100 متر دول عبارة عن 8 في 100 فري، لاست 50 بيلد اب، ريست دقيقة. يعني ايه الكلام ده يا بطل؟ يعني السباح بيطلع، هنتكلم في 100 متر، السباح بيطلع أول 50 بيعومها ايزي، وبعد كده ال50 التانية السرعة بتاعته بتبدأ تزيد بيلد اب، يعني زي بنبني، أو السرعة متراكمة، يعني مثلا ايزي، متوسط، جودة عالي، لازم يفنش فينش قوي. 8% دول بتحاول تخلي الإساب بتاعتهم كلها واحدة، تخلي السباح يحافظ على الشدة بتاعته، التيرن بتاعه، الستريم لاين بتاعه، بريك اوت بتاعه. أثناء الراحة تقول للسباح على الكسور اللي كان عنده، المشكلة اللي كان عنده بنحاول نتجنبها، بنحاول نخلي السباح يركز في الايزي طبعا، يعني شكل العومة بتبقى تكنيك أعلى. أما في البيلد أب، فأنا ليه بنعمل ده؟ علشان يبقى الستايل بتاع الايزي هو ستايل سبرنت. معظم السباحين لما يجوا يعوموا سبرنت
الستايل بيقع منهم جامد. فاحنا ليه بنخليها ايزي؟ بعد كده نبدأ ندرج الشدة علشان نحافظ على ان احنا لما بنتدرج في الشدة التكنيك كمان بيتدرج معانا ما بيقعش. بعد كده عندنا المجموعة التانية عبارة عن 4 في 50 كي كويس فانز. احنا قلنا قبل كده ان الفانز دي يعني الزعانف، ممكن ليها اسم تاني بقى زومرز بس مش في البرنامج ده. 4 في 50 كي كويس فانز، فالسباحين بيلبسوا الزعانف بيشتغلوا ضربات رجلين حرة بالزعانف 100%. السرعة بتاعتهم شديدة، ماسك البورد راسه بره المية، جسمه ثابت، وبتحاول تظبط التيمبو بتاع الرجلين. المجموعة دي هتلاقيها بتتكرر معاك كتير قوي سواء بزعانف أو من غير زعانف، بس مجموعة الرجلين دي بتبقى ثابتة في جميع التمرينات. بعد كده عندنا 4 في 25 باك ويز دايف فاست، اللي هو السبرنتات بتاعت المجموعة على الباك. طبعا بنشرح للسباحين الباك لازم يكون راس السباح ثابتة، زاوية الرؤية مظبوطة، التيمبو بتاع الدراعات يكون أقوى حاجة. بنظبط بقى الشدة، بنظبط الريكفري التايمنج، الكيك سايد أو السايد كيك، الكلام ده كله لازم السباح يكون عارفه، والمدرب كمان اللي بيشرحه لازم يكون عارف الكلام ده. الريكفري عندنا النهارده 100 ايزي، يفضل ان هو يكون باك بريست او حره ايزي مفيش مشكله، والتوتال 1800 متر. اعرف حاجه مهمه قوي، ان السباحين اللي معاك عمرهم ما هيتطوروا غير لو طبقت عليهم البرنامج بحذافيره، ركزت في الشده وركزت في الراحات، عملت لهم قياسات بشكل دوري على ال50 وال100 وال200. اكتب لي في الكومنتات وقول لي السباحين اللي معاك فئة كام سنة بتمرنهم على ايه بالظبط، ايه القصور اللي عندك، لو مثلا في مزايا، لو شايف ان في حاجة غلط مثلا انت عايز تصلحها، شايف في تعديل معين. القياسات بتاعتهم ال50 وال100 وال200 او البداية ال25 50 100 200 على الحرة وعلى كل عمى اللي هم محافظين على التكنيك. اما لو التكنيك بيقع منك خد بالك، ما ينفعش تقيس على يعني على تكنيك غلط. تابعني يا بطل الفترة الجاية، واعرف ان شاء الله البرنامج ده اول ما يخلص، احنا شغالين اهو كل يوم بحاول انزل لك تمرينة. اول ما البرنامج يعني يخلص مننا او نخش على برنامج الاعداد نخلص الاعداد العام، هنخش ان شاء الله ونتكلم على برنامج الاعداد الخاص. شكرا ليكم يا شباب، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. حبيت بس اقول لك يا بطل ان انت لو وصلت لحد هنا فانت ضروري تعمل اشتراك في القناة، وزي ما قلت لك سيب لي كومنت وقول لي السباحين اللي معاك اعمارهم كام سنة، اشتغلت معاهم على البرنامج ولا لسه؟ ولو اشتغلت معاهم على البرنامج انا حابب اعرف قياساتهم، القياسات بتاعتهم عاملة كام في ال25 وفي ال50 وفي ال100 وفي ال200. طبعا هنطبق ده على الحرة، وهنطبق ده كمان على الباك، وهنطبقه على البريست، وهنطبقه على الدولفين. بس لو زي ما قلت لك وهرجع اقول لك تاني، لو التكنيك بيقع منك خد بالك، اوعى تقيس على تكنيك غلط، لازم يكون السباح قايم تكنيك 100% صح. ولما تلاقي السباح التكنيك بتاعه بدأ يقع، وقف القياس بتاعك واعرف ان المسافة اللي انت قستها على تكنيك صح هو ده اللي يقدر السباح ينافس بيه لو في بطولة او في منافسة. اكتر من كده طبعا التكنيك بتاعه هيقع والتايم بتاعه هيعلى، هيبقى عندنا مشكلة كبيرة. فلازم نهتم بالتكنيك على قد ما نقدر ونقيس على تكنيك صح. اعمل لي لايك وسيب لي كومنت زي ما قلت لك، وتابعني عشان كل يوم ان شاء الله هنزل لك فيديو جديد. شكرا ليكم يا شباب.